في ناس كتير بتبعت لي بتقول لي انا ملتزم بالاكل وبتمرن ومش باكل سكر وبرضه وزني ثابت. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه، وبساعد ناس كتير يكسروا ثبات الوزن ويوصلوا لهدفهم باقل مجهود ومن غير حرمان، سواء هدفهم خساره وزن او تحسين صحه او تكوين عضل. ولو انت زهقت من الدايت ومش عارف تبدا منين او وزنك ثابت، فالمتابعه معايا هتفرق معاك جدا. بشتغل بنظام يناسب وقتك وطبيعه اكلك ونفسيتك كمان، مش دايت ورق وخلاص. تابع الفيديو للاخر وهقول لك ازاي تكسر ثبات الوزن بخطوات بسيطه، وخلي بالك الخطوه الاخيره مهمه جدا. اول سبب في ثبات الوزن هو معدل الحرق اللي بيقل. الجسم لما بيخس شويه الحرق بيقل تلقائي، لان الجسم بقى اصغر فبيحتاج طاقه اقل. يعني لو كنت بتحرق 2000 كالوري، بعد ما بتخس شويه ممكن تبدا تحرق من 1700 ل 1600 بس. طب الحل؟ ازود نشاطي البدني، امشي اكتر، العب تمارين مقاومه، وكمان ممكن تقلل شويه في اكلك بس بحذر. السبب التاني، بتاكل اكتر من اللي المفروض تدخله لجسمك. معلقه زيت صغيره او شويه مكسرات او معلقه عسل او عصير صغير، حاجات شكلها بريء وصغيره بس بتزود السعرات جدا. طب ايه الحل؟ سجل اكلك من جديد حتى لو اسبوع عشان تعرف فين المشكله. السبب الثالث، الاكل القليل جدا، اقل من 1000 كالوري. ايوه، الاكل القليل ممكن يكون سبب. عارف انك ممكن تكون بتاكل قليل جدا وجسمك بيثبت؟ لما السعرات بتقل قوي الجسم بيدخل في حاله طوارئ ويقلل الحرق جدا، او حاجه اسمها بلاتو، ويبدا يحتفظ بالدهون بدل ما يحرقها. الحل، ارفع اكلك تدريجي لسعرات مناسبه لنشاطك ووزنك، وركز على البروتين والخضار علشان تحرق وانت بتاكل. السبب الرابع، احتباس السوائل او هرموناتك متلخبطه، خصوصا للبنات قبل الدوره الشهريه او لو بتاكل ملح كتير، وبرضه ممكن لو مش بتشرب ميه كفايه الجسم بيحتفظ بيها. طب ايه الحل؟ قلل الملح، اشرب ميه، خد راحه يوم من الكارديو او الصيام وهتلاقي الميزان اتحرك. السبب الخامس، النوم والتوتر. النوم القليل والتوتر بيزود هرمون اسمه الكورتيزول، وده بيبوظ الدنيا وبيخليك جعان وبيخزن اكتر دهون. طب ايه الحل؟ نام من 7 ل 8 ساعات، اعمل ريلاكس قبل النوم، وابعد عن الموبايل قبل النوم بساعه. اما السبب السادس، انت بتخس عضل مش دهون. لو بتعمل دايت من غير رياضه الجسم بيحرق عضل، ولما العضل بيقل الحرق بيقل والميزان بيثبت. طب ايه الحل؟ دخل تمارين مقاومه 3 مرات في الاسبوع على الاقل علشان تحافظ على العضل وتخس دهون. السبب السابع ممكن يكون في سبب طبي زي كسل في الغده الدرقيه او مقاومه انسولين او تكيس مبايض. طب ايه الحل هنا؟ لو جربت كل اللي فوق ولسه في ثبات، اعمل تحاليل وراجع دكتور متخصص. نصيحه اخيره، لو انت ماشي على نظام كويس ووزنك ثابت بقالك اسبوعين او 3، ما تقلقش، الجسم بياخد وقت يتاقلم، وممكن تبقى بتخس دهون لكن بتحتفظ بشويه ميه، وده بيغش الميزان شويه. خلي تركيزك على مقاساتك، لبسك، صورك، مش على الميزان بس. الخلاصه، ثبات الوزن مش فشل، دي مرحله، وكل ما تمشي صح هتكسرها اسرع مما تتخيل. بس اهم حاجه ما تستسلمش. ولو عايز تطلع من المرحله دي باسرع وقت وتاخد نظامك على طبق من ذهب، ابعت لي دلوقتي او احجز متابعه، وهظبط لك الدايت على مزاجك وبنتائج تفرحك باذن الله. لو استفدت من الفيديو دوس لايك وشارك الفيديو مع اصحابك اللي وزنهم واقف. ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. دمتم بصحه.